السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم احمد الجزار، وما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، وما تنساش الاشتراك. ومعانا موضوعين النهارده جامدين جدا يا الصحاب، يلا بينا. والموضوع الاول وده خاص بسياده المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول او الشرفي، محدش عارف لحد دلوقتي، خاصه انه طلع علينا من كام يوم وقال لنا خلاص يا جماعه انا واولادي بره الزمالك ومالناش دعوه بيهم. فجاه لقيناه جوه الزمالك هو واولاده الاثنين احمد وامير بيتصرفوا زي ما هم عايزين في الزمالك. المستشار مرتضى منصور بيقول لنا يا جماعه ان احنا عملنا سفريه لاعضاء الزمالك في مرسى مطروح. تمام، حاول سياده المستشار زي الفل بتعملوا مصيف وحاجه حلوه في نادي الزمالك. لا، سياده المستشار واقف عند كده يقول لك لا الناس دي مش عارفين نرجعهم مرسى مطروح. ازاي سياده المستشار؟ قال لك شركه السياحه اللي احنا اتفقنا معاها عشان تودي الناس دي لمرسى مطروح احنا مش عارفين ندي لها فلوسها. طب ليه؟ فين الفلوس يا سياده المستشار؟ قال لك فلوسنا للزمالك دلوقتي محجوز عليها في البنك ومفيش اي فلوس طالعه خالص من الزمالك، والناس كلها مش عارفه تقبض رواتبها، وكمان الناس في مرسى مطروح مش عارفين نرجعها. الله، طب الناس دي عائلاتها واولادها وناسها يعملوا ايه طيب؟ طب ما حدش بعت اتوبيس الزمالك يرجعهم؟ طب ما حدش بعت اي حد يقول لهم السلام عليكم يا جماعه الناس اللي هنا عايزينها لو سمحتوا؟ هم بياكلوا شرب ازاي؟ هم عايشين دلوقتي في فندق اقامه، ولا عايشين في الشارع، ولا هم مش لاقيين حد ياكلهم ويشربهم، ولا هم مش لاقيين مواصلات عشان يجوا؟ لحد دلوقتي انا مش فاهم سياده المستشار، خاصه انه عمال بيطلع لنا كل يوم بقرار صفقه في المليان وصفقه في الحديد وصفقه مفيش زيها وهتبقى صفقه القرن، وكل يوم الزمالك بيطلع لنا شويه صفقات ملهاش حل يا ابو الصحاب. الله يا سياده المستشار، ما انت بتقول حضرتك دلوقتي مفيش فلوس في الزمالك والناس لحد دلوقتي مش عارفين نرجعها مرسى مطروح. طب الصفقات اللي هتجيبها دي هتجيبها ازاي؟ دي الزملكاويه كلهم متعشمين يا راجل في ان انت هتجيب لهم عمرو السومه ولا هتجيب لهم كريستيانو رونالدو مثلا. لا مش لدرجات يا جماعه. طلع علينا الزملكاويه في الفيديوهات كلها وبيقول لك ان بن شرقي راجع تاني الزمالك. طب بأمارة ايه؟ لحد دلوقتي بيقول لك ان بن شرقي لازم الفريق اللي فيه يتنازل معاه او يفض العقد معاه بالتراضي وكده خلاص بن شرقي يكون قريب جدا للزمالك. لكن اي قرار او اي اتفاق او اي حاجه حصلت مع بن شرقي لا لحد دلوقتي. نيجي بقى للخبر الثاني واللي الزملكاويه كلهم مبسوطين بيه، بيقول عندنا خلاص امل ان احنا نروح كاس العالم 2025. بأمارة ايه يا ابو الصحابه؟ انا اقول لك الشروط والتفاصيل كلها اللي المفروض الزمالك يعملها عشان يوصل كاس العالم 2025. ازاي الزمالك هيشارك في كاس العالم 2025؟ ودي التفاصيل اللي قال عليها الاستاذ طارق الادور اللي طلع على جماهير الزمالك وقال لهم يا جماعه انتوا عندكم امل خلاص ان انتوا تروحوا 2025 كاس العالم. قالوا ازاي يا استاذ طارق؟ قال لهم بالاتي اللي انا اقول لكم عليه. اول حاجه انتوا تاخدوا الكونفدراليه بشرط ان مفيش حد يخرج من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا الجاي من الفرق اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. والفرقه دي هي كالاتي: صن داونز والترجي وشباب بلوزداد وبترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني وكمان معاهم بيراميدز. يا جماعه الموضوع كبير قوي طبعا مش للدرجه. تخيل بقى بالصحابه ان انت تخرج كل دول من المجموعات بس عشان انت توصل للكونفدراليه، المفروض تاخد الكونفدراليه كمان، وفي الاخر كل دول يخرجوا من المجموعات عشان تروح كاس العالم 2025. والزملكاويه كلهم بيقولوا لسه في امل وممكن الزمالك يعملها. طب ممكن الزمالك يعملها وياخد الكونفدراليه، لكن بالنسبه للفرق اللي انت بتتكلم عليها دي هل هتخرج من دور المجموعات؟ ده شبه مستحيل يا ابو الصحاب. ودي كانت نهايه الموضوع بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الاشتراك. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.